بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامج لحظة للملاحظة مع سعودي الطهطاوي. هنتكلم النهاردة عن لحظة ما بتجيش في العمر غير يمكن مرة واحدة. اللحظة دي بتبقى قاسية جدا، لأن هي لحظة اختيار، لحظة أكون أو لا أكون، لحظة إني لا إما أعيش أو أموت، لا إما هثبت على مبدئي وأكمل، لا إما هغير مبادئي كلها. يعني لحظة بتبقى فارقة جدا جدا جدا. اللحظة دي عدت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. عارفين عدت إمتى؟ اللحظة دي عدت لما جميع كفار قريش أتوا لأبي طالب علشان يؤمر سيدنا محمد إنه يتخلى عن دعوته. طيب لما جه سيدنا محمد لأبي طالب، خلاص عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بالأمر إن قريش كلها متضايقة من الدعوة، أو إن النبي عليه الصلاة والسلام بيحاربهم وبيأذيهم وكل الكلام ده. في اللحظة دي كان رد النبي عليه الصلاة والسلام حاسم جدا. فبيقول لهم إيه لما جه صلى الله عليه وسلم وبص للسماء لفوق؟ فبيقول لهم: أترون هذه الشمس دي انت شايفينها؟ قالوا: نعم. فكان في اللحظة دي بقى ركز أوي في الكلام ده. قال لهم إيه؟ قال لهم: ما أنا بقادر على ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة. في اللحظة دي شوف بقى الرد بتاع أبي طالب. فقال لهم: ما كذبنا ابن أخي قط فارجعوا. يبقى هنا اللحظة دي إيه؟ إن أبي طالب واقف في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عارف إن النبي على الحق، فأمرهم إنه يرجعوا. وفي نفس الوقت شافوا إصرار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على إتمام دعوته. لحظة إرادة، لحظة حياة، لحظة إن مفيش رجوع، مفيش. طيب في لحظة تانية، تعالوا بقى هنشوف لحظة تانية جت مع مين؟ مع سيدنا موسى المرة دي. سيدنا موسى لما أمر إن هو يشوف الراجل اللي هو أعلم منه، تمام، هو سيدنا الخضر. فكان جوابه إيه؟ الجواب تعالوا هنشوفه في الآية الكريمة، أو بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.